انتم بهالمرحله قريبين على امتحانات السادس العلمي. اخوان ثقوا بالله، هاي المرحله اللي انتم هسه خايفين من عندها وشايلين همها احنا مرينا بيها، واعرف شنو ضغوطاتها. وصلت مرحله حتى يبكي والله العظيم من الدراسه والضغط والتعب، وتريد معدل قبل المرايه وابكي مرحله المراحل. ذاك العمر يعني كان عمري انا بوقتها يعني والله ما ادري قد 16 سنه، لان انا متقدم سنه، انا كنت صغير يعني، فمر بهاي الامور كلها. فيا اخوان هذا الشيء راح يعدي، وحاليا انت راح تاخذ ثمره تعبك هسه. راح اقول لك شلون، ما راح احفزك بس على الخالي، بس راح اقول لك شغله. انا بوقتها جبت قلت لك 87 يمكن، درجه مجموع واحده غيرتني بين الميكانيك والكهرباء. تصوروا انه احنا هذا مستوى الدراسه اللي عندنا، درجه مجموع تغير حياتك كامله، بين الكهرباء ودوختها رحت للميكانيك، بعديها للتوربينات، بعديها يعني هي سبحان الله يعني الحمد لله والشكر هي بيها صالح. بس شوفوا انه الدرجه قد تفرق. فانت من راح تجي راح تشوف نفسك مضغوط هسه، تعبان، عليك ضغط، تريد معدل، خايف من الاسئله. ادرس، اجتهد، سوي اللي عليك والباقي على الله بكل بساطه. بس انت كنت توصل مرحله انه انت سويت اللي عليك، تقتنع بينك وبين نفسك، سوي اللي علي، التوفيق من الله. بعد ان صارت ان ما صارت اكو محاوله ثانيه لربما جزء الشيء اللي يطلع لك الحمد لله تقدر انه انت تتوفق به. انا ضجت، ما قلت لكم ما ضجت بوقتها، من شفت معدل او درجه نزلتني قسم كامل داخل الهندسه نفسها، هندسه التقنيه طبعا بالبصره. ضجت ليش؟ فرق من هالحكي هذا. بعدين لا والله الحمد لله والشكر صارت انه اللي هي فد شيء او غيرت مسيرتي كلها، واحمد الله دائما اقول الحمد لله على كل حال، وكل شيء بالقسمه وبصفاء النيه. فدرسوا، تعبوا، هالكم يوم هذا لا توج تعبك، يجوز انت صار لك سنين تدرس راح تتوج بهاي المرحله. لان اما اذا فكرت تطلع او ما تكمل او تجيب معدل سيء، فانت اللي راح تدفع ثمنها، مو انا ولا اللي جاي يسمع ولا اخوك ولا اهلك، وايوه انت اللي راح تدفع ثمنها. انت اللي راح تشوف اهميه الدراسه بعدين. واللي يقول لك الشهاده ما تفيد، هذا انسان فاشل او هو تجربته فاشله. مهما يكون، انا اول ما اشتغلت باكثر من شركه اشتغلت انه انا ابغى خريج هندسه، ما اشتغلت بشهادتي. اول شغل اشتغلته بشركه ازاله الغام لمده سنه كامله، اشتغلت وراها بشركه مال ويل تيستنج يسموها، كنا نحمل بايبات، وما حبيت الشغل، متعبه مجهده. انت واللي ما عنده شهاده سوا، بس ما يخالف صبرنا على قولتها تعملنا. والله سفلوا فينا، ها؟ اي والله سفلوا فينا، لكن صبرنا. لا صامدين، العنوا ابو اسلافنا لكن تحملنا. لا صامدين وجهنا، صامدين. اشتغلتها فتره، اخذت منها اللي اريده، طلعت من عندها، اشتغلت مجال المبيعات. مو يم الهندسه بس، لين انت مهندس عندك فشي تقدر تقدمه، انت خريج كليه عندك بكالوريوس، ما احكي لك بس الهندسه. فهي هاي الشغله يا اخوان، ادرس، اتعب، اجتهد، وبعدين ممكن الله سبحانه وتعالى اكيد راح يوفقك. وبعدين للعلم، من طلعت من المبيعات رحت على شغل كوني مهندس، لين عندي شهاده. وما اقول لك بس انا اشتغلت، اكو خريجين من غير جامعات، مو ولا مهندس، اشتغل بغير اقسام. فصارت لي الشهاده هي الطريق حتى اللي قدرت امشي بيه. ما اقول لك كل الشهادات، كل من اصحاب الشهادات توفقوا، لا، بس بدون شهاده نسبه كبيره من التوفيق راح تروح من عندك. اللي ما توفق بعد هاي ظروفه، او هو انسان خامل او فد شيء ما او الظروف ما ساعدت. بس هي الحياه، مو الكل يكون ناجح، مو الكل يكون متفوق، لازم اكو طبقات بهاي الحياه. فانت اللي تحدد مصيرك، وابديها من هسه من السادس. فالله يوفقك، وادرس واتعب. ولهنا اطلع من الفيديو بعد ما اريد اشوفك، روح ادرس